महाराष्ट्र से दुकान पीछे दुकान पर कभी वाला तो رسول الله لك من نساء من سلام
المحراب مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نحن في مسجد قباء، وهذا هو أول مسجد بني في الإسلام. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة النبوية مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما نزل في قباء أول ما عمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بناء هذا المسجد. فضل هذا المسجد مسجد قباء أنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كأجر عمره. فالذي يصلي ركعتين في هذا المسجد ينوي أجر عمره، فهذا فضل من الله عز وجل. الذي يصلي ركعتين في هذا المسجد ينال ثواب أجر العمرة. ولهذا كل من أتى إلى المدينة النبوية يستحب زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه لينال هذا الأجر العظيم. فمسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قباء 4 أيام. لما نزل فيه نزل يوم الاثنين، فمكث فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، مكث في قباء 4 أيام. فأسس هذا المسجد الذي هو كما قال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكل هؤلاء الزوار أتوا إلى هذا المسجد من أجل نيل هذا الأجر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الجميع، وبارك الله فيكم. هذا جبل الرماد، هذا جبل أحد. هذا هو جبل أحد، هذا كامل اللي تشوفوه جبل أحد، فيه 7 كيلومترات، 7 كيلو. وفي العرض تقريبا 3 كيلو، 7 كيلو في الطول وتقريبا في العرض 3 كيلو. يبعد عن المدينة 5 كيلو، تقريبا 5 كيلو. جبل أحد سمي بجبل أحد، لازم يكون على بال واحد. لماذا سمي بجبل أحد؟ سمي بجبل أحد لتفرده وتوحده. الجبل الوحيد يروه هنا، فسمي بجبل أحد لتفرده وتوحده. جبل أحد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن ذلك علنا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جبل أحد نحبه ويحبنا. جبل أحد نحبه ويحبنا، فهذا جبل أحد نشهد أننا نحبه.